السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رح نحكي عن جرائم غريبة صارت بالقرن العشرين. هاي الجرائم صارت بمناطق مختلفة من العالم، والأشخاص اللي نفذوا هاي الجرائم أعمارهم ما بتتجاوز 14 سنة، وتسجلوا كأخطر مجرمين صغار بالعالم. المجرم الأول جيسي بوميري. ولد جيسي بمدينة كارلستون، وبدأ تصرفاته العدوانية تجاه الأطفال اللي من عمره لما كان عمره 11 سنة. فاحتجز 7 أطفال وأخذهم لمكان منعزل، وجردهم من ثيابهم وعذبهم بسكاكين حتى الموت. ألقت الشرطة القبض عليه، وكان من المفترض أنه يضل محبوس لحد ما يصير عمره 21 سنة، لكن الشرطة أطلقت سراحه وتم الإفراج عنه بعد 1.5 سنة بسبب حسن السلوك. وبعد 3 سنين خطف فتاة عمرها 10 سنين وقتلها، وهي الطفلة اسمها كيتي كوران. اشتبهت الشرطة فيه بجريمة قتل طفل عمره 4 سنوات. حكم عليه بالسجن مدى الحياة، وتوفى لأسباب طبيعية عن عمر 72 سنة. المجرم الثاني جورج ستيني. سجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقم قياسي بإعدام الطفل البالغ من العمر 14 سنة. يعتبر أصغر شخص يتم إعدامه بالقرن العشرين. الجريمة اللي نفذها أنه قتل فتاتين، الأولى بيتي بينيكار عمرها 11 سنة، وإيما تايمز عمرها 8 سنوات. الشرطة وجدت الجثتين مدفونتين سوا حفرة طينية. عانت الفتاتين من كسور حادة في الجمجمة، تم العثور عليهم على مسافة قريبة من البلدة. اعترف جورج بالجرائم وتمت محاكمته والحكم عليه بالإعدام بالكرسي الكهربائي. أهله ما كان بيملكوا مال كافي للاستئناف. المجرم الثالث غراهام يونغ. بسن مبكرة كان غراهام مهتم بالكيمياء، وخاصة بالسموم وأضرارها على الناس، بالإضافة لاهتمامه بالقتلة. بدأ اختبار السموم لما كان عمره 14 سنة، وغالبا ما كان يكذب لما يسألوه عن عمره حتى يقدر يجيب السموم. وكانت عيلته ورفقاته من ضحاياه، ولما مرض أبوه كان مفكر أنه السبب نوع من الفيروسات. بعد ما مرض أبوه مرضت زوجة أبوه وبنتها بنفس المرض، وبعدها عام 1962 ماتت مرت أبوه بالتسمم. ولما كان عمره 14 سنة حصل على درجة علمية بالكيمياء، وتعلم لوحده عن طريق الكتب بالمكتبة، وكان في بعض الأحيان يجرب السموم على نفسه. ألقت الشرطة القبض عليه لما وجد المعلم سموم موجودة مع أشياء الخاصة. راح على السجن وسمم العاملين هناك وسمم زملائه وطلع من السجن. كان عمره 23 سنة، وبعدين راح لحتى يعيش مع أخته وضل عم يسمم كل الناس اللي حواليه. وراح على السجن مرة تانية، لكنه بهالمرة مات. المجرم الرابع جوش فيليبس. اليوم اللي بدأ كتنظيف عادي للغرفة انتهى بالتحقيق بجريمة قتل. بيوم من الأيام راحت أمه لجوش حتى تنظف غرفته. بعد ما راح على المدرسة وهي عم تنظف الغرفة حست إنه في تسريب تحت التخت. فكرت الأم إنه هاد تسريب من مواسير المي، بس لما مدت إيدها لحتى تعرف شو السبب فاجأت بجثة مادي كليفتون، بنت الجيران اللي عمرها 8 سنين واللي كانت مختفية من 7 أيام. ما حدا صدق من الناس وخصوصا أهله أنه ابنهم قتل البنت، لأن عمره كان أقل من 14 سنة. حكم عليه بالسجن مدى الحياة بدون إمكانية إطلاق سراحه. فيليبس ما أعلن سبب قتله للبنت، وقال أنه ضربها من دون قصد بعينها بمضرب البيسبول. بعدين جرها لغرفته وطعنها عدة مرات حتى الموت.